كل مكان. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نسمي بسم الله، ما ننساش من الدعاء إخواتنا في غزة. اللهم أغث إخواننا في غزة وكن لهم ناصرا ومعينا وحافظا وظهيرا، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة معانا سلسلة تنظيفات الشتاء. طبعا أنا لقيت الفيديوهات هتكون طويلة، قسمتهم على كذا فيديو، يعني حوالي عن 3 فيديوهات إن شاء الله بإذن الله. فيديوهات تشجيعية تحفيزية، روتين كله نشاط كله حيوية كله رغاوي إن شاء الله بإذن الله. قبل ما يدخل علينا البرد ويشتد علينا هننظف بيتنا وهنكون منظمين بدون أي مجهود بدون أي تعب. طول الشتاء معانا البيت هتكون ريحته جميلة، هيكون أساسيات البيت نظيفة معانا. طبعا أنا أول حاجة لكل إخواتي وكل البنوتات الصغيرين هننظم مع بعض دلوقتي إزاي نبدأ. وإنت لو محتاسة ومش عارفة إنت هتبدأي منين، هنقول دلوقتي مع بعضنا إزاي نبدأ ونبدأ إزاي. طبعا أول حاجة لازم نبدأ بيها يا بنات هو غسيل السجاد. طبعا لأن السجاد بياخد وقت طبعا عبال ما ينشف وكده. فإحنا يا بنوتات هنعمل إيه؟ لو قدرنا نصحى الصبح بدري فده يعني ممتاز ممتاز ممتاز. هنصحى الصبح بدري، هنغسل سجادنا، هيشم الشمس بتاعت الصبحية، يعني كده على العصرية أو آخر الليل على حسب الجو عندك هيكون ناشف. طبعا انا مش هقدر اصحى الصبح بدري، يبقى بالليل يا بنات قبل ما ننام اخر الليل كده نلم السجادات ونروح غسلهم. طبعا زي ما انتوا شايفين انا الشمس باينه ان انا كنت بغسلهم في الصبح بدري. ده كان على فكره يوم جمعه، كان كل الاولاد يعني اجازه، ساعدنا بعضينا. لان طبعا المجهود ده انا مش هقدر اعمله طبعا لوحدية، فاحنا هنساعد بعضينا ولازما من المشاركة. يعني لما تكون في تنظيفات قوية وتحفيزية زي كده. لو ان انا في الاول والله كنت بقوم بكل المواضيع دي لوحدي، بس الحمد لله. زي ما انتوا شايفين انا طبعا لميت سجاد البيت كله. انا استخدمت في غسيل السجاد اللي هو السيريماكس اللي انا اشتريته قبل كده معاكم في المشتريات، واستخدمت اللهلوبة والجيركن ده اللي فيه كلوركس. ده ما فيش كلوركس يا بنات، ده معطر سجاد. يبقى انا اعتمدت في غسيلي على اللهلوبة وعلى السيريماكس وعلى معطر السجاد. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الرغوة والنظافة معايا. غسلت سجاد البيت كله زي ما انتوا شايفين. وان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشير الفيديو فضلا وليست امرا، ولايك جميل منك وتعليق كده يشجعني ويحفزني. طبعا زي ما انتوا شايفين السجاد وشايفين المية. طبعا انا في تراب كتير خالص في المنطقة اللي انا ساكنة فيها، ورملة كان فيها شغل وكده، ففي رملة هتلاقوا التراب فيه رمل وكده. انا في الفيديو ده غسلت السجاد، لميت فرش الركنة، غسلت الشيش بتاع البلكونات. طبعا انا ما كنتش هينفع ان انا اخرج بره واغسل بره، يعني البلكونه كان هيبقى صعب عليا ان انا اسحب الميه من البلكونه وكده، وانا ما عنديش الماسوره اللي هي بتصرف الميه اللي في البلكونه. فطبعا خليت زوجي الله يحفظه خلع لي الشيش كله بتاع البلكونات وكده، وقلت اغسله. طبعا احنا هنا مش مجرد ان احنا هننزل التراب من عليه، احنا هنغسله غسلة طول الشتاء. يعني هتبقي كده على الخفيف، لو جه على تراب ولا اي حاجة على الخفيف كده هننزل الترابات وخلاص، هندعكه دعكة. طب ايه اللي في المية دي؟ اللي في المية دي شوية بريل عاديين. وطبعا انا يا بنات في المنظف في المشتريات اشتريت معاكم كلوركس اللي هو 5 في 1. طبعا انا ما كنتش اعرف ان هو مقاطعة، بس طبعا لازم اشتريناه نستعمله. وحطيت غطيين منه، هو منظف ويعني وبيقتل الجراثيم وكده. فطبعا انا بالفرشة دياتي، الفرشة انا مسميها الفرشة المنجزة معايا، يعني
زي ما انتوا شايفين الشيش بتاع البلكونة وش وظهر طبعا عملته بالرغاوي وبالمسحوق اللي احنا عملناه بالفرشة، ونضفته خالص خالص وهشطفه بالمية. كل ترابة في الصينية بتاعته او في الاماكن اللي هي ما بتبقاش موجودة معانا واحنا بننفضه، كل التراب منها نزل. يعني كان يا بنات بيلمع كده. بص كان بيدعي لي زي ما انتوا شايفين طبعا، وبالخرطوم وشطفته شطفة كويسة. طبعا هنا كان زوجي هو اللي بيشطف، علشان طبعا لما فيه مية وكده انا موضوع صعب بالنسبة لي ان انا اقف في المية وكده. يعني انا بساعد معاهم يا بنات في التنظيفات والاساسيات طبعا، وايه الجند المجهول زي ما بيقولوا. بس لما بتبقى فيه ميه في رغاوي كتيره في الارض وكده لا بيبقى في خطوره عليا، فيعني ايه بقف جنب لحد ما ايه الميه يسحبوها كده بالمساحه وكده. فايه هنا زوجي كان بيشطف ال الشيش وكده. بصوا بيجي بيلمع، بيجي بيدعينا كده زي ما بيقولوا. وبعديها طبعا يبقى احنا كده يا بنات مشينا بالتنظيم. اول حاجة لمينا سجاد البيت كله ورحنا ايه غسلناه، وطبعا انا نشرته على البلكونة. وبعد كده تاني حاجة هنبدأ من بره لجوه. لو كان عندك مثلا سلالم البيت، اكنسي سلالم البيت على اساس التراب اللي هو بره هيدخل عليكي بعد ما تنضفي، او بعد ما نضفتي وكنست السلالم حتى لو قافله الباب برضو هيجي عليكي. فتعملي من بره لجوه. البلكونه بدأنا طبعا بالشيش وتنفيض البلكونه وكده واي تراب فيها. وبعد كده عملنا ايه نبتدي نعمل بقى من جوه. يبقى انا مشيت بالترتيب، عملت السجاد، نشرت السجاد، تاني حاجه عملت الشيشان، وطبعا عملت السلم بس ما جبتوش مع حضراتكم. دلوقتي هدخل على السقف. هدخل على ايه السقف كده ماشيين بالترتيب. هعمل المراوح. طبعا انا مش هقدر اطلع صراحة، ده كان برضو زوجي وبنتي بيساعدوا بعضهم في عمل ايه المراوح. هنا كان هو بينظف المراوح، طبعا هم من الشغل وكده خلقهم ضيق، ربنا يساعدهم بإذن الله. عمال اقول له الريشه دي عمال تلف المروحه هي والريشه دي لسه متسخه. الاخر ايه عملها وقال بصي خلي بنتك تعمل لك المراوح. وادي بنت هياتي بتعمل لي بقيت يعني مراوح البيت وكده. طب انا عملت ايه المراوح؟ هي الرغوه بس. الرغوه دي عباره عن برضو لهلوبه وشويه سريماكس وشويه من المنظف اللي قلنا عليه. ورحنا عملت ايه؟ والرغوة بتاخدها في سفنجة أو سلكة عادية وبتدعك بيها الريشة بتاعت المروحة، وبعد كده بتنشفها بقماشة نظيف. خلصنا السقف، ننزل بقى على ايه؟ نتجه على المفروشات، نلم المفروشات بتاعت البيت وبنغسلها. طب آخر حاجة يا بنات اللي هتشوفوه معايا في الفيديو القادم ان هو هيكون المسيح وضحك الحيطان او مسح الحيطان. هتشوفوا معايا، مش هحرج لكم الفيديو، بس ان شاء الله باذن الله باذن الله فيديو تشجيعي تحفيزي قوي 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 جدا. انتظروه معايا بنات ان شاء الله باذن الله. انا واثقه ان هو هينال على اعجابكم. زي ما انتم شايفين طبعا احنا جلعنا او خلعنا يعني الفرش بتاع الركنه. طبعا انتوا في بداية غسيل السجاد قدام انا كنت مغطياه بحاجة بيضة كده او اللي هو الكفر الابيض بتاعه دواتي علشان المية، لان انا حاولنا ان احنا ندخله جوه الاوضة وكده. طبعا حجمه كبير عن الباب فما دخلش. ف... فايه حاولت ان انا احاول ان انا يعني المية وكده احاول ان هي ما تجيش عليه، وفي نفس الوقت غطيت المكان اللي هو ممكن يتعرض لمية. زي ما انتوا شايفين طبعا انا لازم استعين بالغسالة النصف اوتوماتيك بتاعتي، لان الفوق اوتوماتيك كنت حاطة برضو فيها فرش تاني بيتغسل اللي هي الكوفرتات والمفارش اللي الاولاد بيتغطوا بيها.
فلازم كنت استعين بدياتي. طبعا انا هي الفرش بتاع الركنه هو قطر بس ما فيش اتساخات، ما فيش بقعه صراحه. كانت هتنجز معايا الغساله النصف اوتوماتيك. طبعا حطيتهم وصرفت الميه ورجعت شطفتهم تاني وكده. وبعد كده جبت ستاير البيت، طبعا حطيتهم على كذا مره يعني. شايفين يا بنات، بقول لكم عندي رمله فظيعه. شايفين المية عبارة عن رملة، دي رملة مش تراب. يعني هي الستاير ما فيهاش اي بقع ولا اي اتساخات، هي تراب ورملة. طبعا غسلنا الستاير. شفتوا النظام؟ امشوا يا بنات وامشوا على نفس النظام ده بالظبط. وطبعا هيعجبكم الفيديو القادم، انتظروه. واللي بعديه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. بعد كده دي غرفة الغسيل. طبعا انا كنت عملت فيها روتين قبل كده، هسيبه لكم في علامة الاي فوق. آه، طبعا فانا قلت لازما اخلص من الغرفه دياتي، اساوي المنظم معايا. فخليت زوجي الله يحفظه يعني سحب لي الغساله وكده، وقلت نغسل الشباك ده مكانه. غسلناه يعني غسله حلوه من الاتربه وكده، ونظمت المنظم شفت المكان دواتي ونظمته ورتبته. يبقى شفت النظام اللي احنا مشينا بيه كده تمام. خلي بالكم سلك الكهرباء ده احنا فاصلينه، يعني مفيش اي خطورة منه. تمام، لو اي سلك قريب منك او اي حاجة افصليه. وبكده انتهى الفيديو بتاعي، وانتظروني غدا في فيديو قوي جدا.